من حضرتك. هو اجازه شهر دي مش كتير؟ لا مش كتير في الحقيقة، نظرا للظروف التي عاشتها الجامعة في الفترة الأخيرة. الفصل الدراسي الأول بعض الجامعات في الحقيقة يعني عندها مشكلات تتعلق بمباني المدينة الجامعية وضرورة وجود إصلاحات سريعة نتيجة التخريب التي أحدثته مظاهرات هذه الطلاب المنتمين إلى هذه الجماعة الإرهابية. الأسبوعين الزيادة في الأجازة ممكن في الحقيقة إنه تعويضهم بالتوسع الأفقي في المحاضرات في كثير من الكليات التي تحتاج ذلك. احنا محتاجين فرصة لالتقاط الأنفاس، محتاجين فرصة على أساس وضع استراتيجية وطنية وقومية لتأمين الجامعات وحمايتها، باعتبار أن الجامعات ملك للشعب المصري كله وملك للمصريين. المجلس الأعلى للجامعات ناقش هذه المسألة في جلسته 16/1، وهي جلسة ممتدة، واعطينا لنفسنا فرصه للرجوع الى هل كان في اي، يعني وحضراتكم بتتناقشوا في المجلس الاعلى للجامعات، هل كان في اي نوع من الاعتراض، التحفظات على القرار ده؟ لا ابدا 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 ابدا. انما احنا ادينا برضه فرصه للرجوع الى قواعدنا، الى القواعد الجامعيه، وادينا فرصه كمان للنظر في خريطه دراسيه للفصل الدراسي الثاني، للنظر في مدى امكانيه الموافقه على مد الاجازه من عدمه. وبعد كده توافق رؤساء الجامعات على الموافقة على هذه